في خطوة مفاجئة أعلن المغرب انسحابه من استضافة كأس إفريقيا للسيدات 2026 قبل حوالي شهرين فقط من انطلاق البطولة. القرار جاء في توقيت حساس وفتح باب تساؤلات في الأوساط الرياضية الإفريقية، خاصة أن المغرب كان قد استعد لتنظيم البطولة من حيث الملاعب والبنية التحتية والتنظيم. هذا الانسحاب لم يأتي من فراغ. قبل أسابيع قليلة شهد نهائي كأس إفريقيا للرجال في الرباط توترا كبيرا بعد خسارة المغرب بهدف دون رد أمام السنغال. المباراة تحولت إلى مشهد فوضوي مع احتجاجات، انسحاب مؤقت للاعبين وتدخلات أمنية، مما ترك أثرا سلبيا على صورة البطولة. رغم تتويج السنغال باللقب، إلا أن الأحداث التي رافقت النهائي ضغط على الإنجاز الرياضي. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أصدر سلسلة من العقوبات شملت لاعبين ومسؤولين وحتى أطرافا من البلد المنظم. هذه القرارات زادت من حدة الجدل وأشعلت موجة غضب واسعة داخل المغرب. تصاعد النقاش بقوة. الكثيرون اعتبروا أن بلدهم قدم الكثير لكرة القدم الإفريقية من تنظيم بطولات كبرى واستثمارات ضخمة في الملاعب والتجهيزات والأمن، وفي المقابل رأى البعض أن المغرب أصبح هدفا دائما للانتقادات بدل الاعتراف بمجهوداته. في خضم هذا الجدل أعلنت جنوب إفريقيا رسميا توليها استضافة كأس إفريقيا للسيدات 2026. الإعلان جاء على لسان نائب وزير الرياضة الجنوب إفريقي، مؤكدا أن البطولة ستكون أيضا محطة مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل. القرار أعاد ترتيب المشهد القاري وأغلق صفحة الاستضافة المغربية. اليوم كرة القدم الإفريقية تدخل مرحلة جديدة. بين الجدل والقرارات الصعبة تبقى البطولات القارية مساحة للتنافس، لكنها أيضا اختبار للتنظيم والروح الرياضية والوحدة الإفريقية. وكأس إفريقيا للسيدات 2026 أينما أقيمت تبقى فرصة لإبراز تطور كرة القدم النسوية في القارة السمراء.